كنت ماشي امبارح بالليل في سوتر عند ارض كوتا اللي مليانه مطاعم دي، فلقيت مطعم حاطط بانر عروض تخوف الصراحه. يعني مثلا وجبه الفراخ والكفته دي ب 110 جنيه بس. بصوا احنا حاولنا نبعد عن المكان بقدر الامكان في الظروف الصعبه دي، بس عشان ايه نقول ونتكلموا براحتنا يعني. بصراحه كده انا خفت من الاسعار الرخيصه جدا دي، فقلت اجرب بعيد عن المطعم، ولو طلع حلو اقول لكم اسمه في الاخر. اول حاجه في الوجبه دي كانت الكفته، وبصراحه كانت بدايه مبشره بالخير وعجبتني جدا. كمان الطحينه بتاعتهم حلوه قوي بس كانت خفيفه، بس كان طعمها تحفه. الوجبه دي كان فيها بالظبط صباعين كفته وربع فرخه ورز وبطاطس وتوميه وطحينه. الفراخ كانت حلوه قوي قوي ونظيفه جدا جدا جدا، وانا بصراحه ما كنتش متوقع كده خالص، يعني ان الوجبه دي كلها تكون ب 110 جنيه بس، فلا بصراحه تحفه جدا. بصوا اول حاجه ان الوجبه دي كده ب 110 كقيمه مقابل سعر، لا جدا جدا وتحفه بجد. يلا على اللي بعده. نخش بقى في تاني عرض، وهو عباره عن سندوتشين برجر زي اللي قدامكم كده، واتنين بطاطس بالجبنه واتنين بيبسي، وده برده ب 110 جنيه. والساندوتش ده هو بالظبط الليتل تيستي بتاع ماكدونالدز، بس هنا تقريبا بربع السعر، بتمن السعر، حاجه كده. انا بصراحه ما عجبنيش قوي يعني، برده عشان ابقى صريح معاكم ما دخلش دماغي قوي. طعم اللحمه كان ضعيف جدا، لكن البطاطس عندهم حوار بجد يا جماعه خطيره. في العرض ده بقى انت ممكن تختار واحد برجر لحمه وواحد فراخ، ونصيحه لوجه الله برجر فراخ وانت مغمض. برجر الفراخ عندهم خطير تحفه يا جماعه بصوا البرجر هو بالظبط بتاع ماكدونالدز، فرق بس ان ده حرفيا سعره النص او الربع تقريبا، بس هو بالظبط، خاصه الفراخ يعني حرفيا ما يتفرقوش عن بعض. جربت بعد كده وجبه الفته الكريسبي، او تبقى فته كريسبي متغرقه صوص جبنه ومعاها برده تشيز فرايز وبيبسي. انت شفت المنظر اللي فات ده؟ دي تقريبا احسن حاجه عندهم بقى جماعه، هي دي اللي اتقال لها اكادوا من فرط الجمال الذوق. انا مش فاهم العرض ده بصراحه ازاي ب 65 جنيه بس. جامده قوي 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 بجد. تبصوا الجبنه اصلا تحفه مع الفراخ، والتتبيله بتاعت الرز اصلا خطيره خطيره بجد بمعنى الكلمه. دخلت بعد كده في عرض الاتنين حواوشي زي اللي قدامك ده ب 75 جنيه، وبصوا هي نعمه ربنا وكل حاجه، بس يلا بقى. هو العيش محروق وحش قوي يعني، استغفر الله العظيم، هي نعمه ربنا بس هو وحش قوي. بصوا انا هقول لكم اسم المكان عشان بجد عنده عروض حلوه قوي. هو اسمه حاتي اسكندريه، موجود في ارض كوتا في سوق. بصوا هو حرفيا كقيمه مقابل سعر، فهو عنده حاجات تحفه، بس انت لما تروح لازم تجرب من عندهم عرض الفته والفراخ والكفته علشان بجد هيعجبوك قوي. باقي العروض دي بصراحه انا ما جربتهاش، بس هم كسعر مقابل جوده لا بجد يا جماعه كان لازم يتقال. بس كده يا عم، يلا سلام. قول يلا يا عم. الراجل ده محترم، ايوه في وشه، وانا بسهر الليل معاه الراجل ده على محترم. الفيس. اسمك ايه بقى؟ احمد ياسر. حبيبي حبيبي احلى يا احلى احمد ياسر في الدنيا. احلى باشا في الدنيا. حبيبي. السلام عليكم. بصوا احنا حاولنا نبعد عن المكان، انتوا شايفين طبعا الفرق، عشان بس ايه نقول له بصراحه